اخونا كهربا، معلش انا اسف، يعني هو لعيب كوره، اي لعيب في العالم ممكن يضيع عادي هجمه، يغلط في امور الدنيا، يغلط حتى في امور الدين، وارد ولا لا؟ كل بني ادم ايه، النبي قال كده صلى الله عليه وسلم، كل بني ادم خطاء. غلط في هجمه بقى اسم والدته ترند، ده يرضي مين يا جماعه؟ هو علشان هو لعيب كوره احنا نكرهه؟ لا، احنا بنحبه. وفي من لعيبه الكوره ما بيسيبش فرض، هو بينفق فيه. والله احنا يا عم الشيخ مش بننتقد كهربا ولا بنكره كهربا. كرة القدم دي لعب، فيها الحلو وفيها الوحش، الجماهير لازم تنتقد. تلعب حلو بتدعمها في جنبك، تلعب وحش توريك غلطك عشان تحسن منه، مش عشان تزعل وتتضايق وتدخل في حالة نفسية. انت تطلع تقول رأيك بس باحترام، لأن اللاعب ده إنسان بيحس وبيتضايق وبيتأثر. زمان ما ننساه الهدف بتاعه في الهلال السوداني، جائزة أفضل هدف الموسم ده. منسوش كهربا بتاع الاتحاد السعودي. كهربا زمان كان بصراحة حلو. اللاعب لما يرجع فنيا أو بدنيا ما ينفعش احنا كجماهير ننتقده، ندعمه ونقول له عايزينك تتطور، عايزينك تحسن من نفسك. ما ينفعش ده ابدا. لا تنتقد لاعب، قول رايك بكل صراحه على اللاعب، بس قول رايك ادب واحترام. غير كده ما ينفعش. انت انسان وما ينفعش تشتم اخوك المسلم ابدا. اشوفكم فيديو جديد.